قلنا عشان ننفذ اي عزل بطريقه سليمه لازم انضف السطح اللي عازله كويس جدا، سواء كنت بتعزل ارضيه حمام او سطح في عماره. حصوايه واحده المفروض ما تشوفهاش وانت بتعزل، بمعنى اصح تخليها مرايه تشوف فيها وشك. بعد التنظيف بنعمل حاجه اسمها رقبه ازازه، واحنا بنعمل طبقه الياسه عند جميع الاركان والزوايا العموديه، عمود مع ارضيه مع حيطه مع حيطه ثانيه، اي زوايا 90 درجه مرفوضه يا معلم. وسهله جدا. بنجيب شويه مونه ونبدا نفردها على السطح اللي هيتعزل، وعالج جميع الاركان والزوايا، وده عشان شرايح الممبرين ما تتقطعش وما يكونش في اماكن الميه تتسرب منها، وساعتها ولا كانك عملت حاجه، كلفت على الفاضي. وتراعي ارتفاع رقبه الازازه ما يقلش عن 15 سم، وانت بتثبت الرولات جنب بعض هتعمل اوفرلاب ما بين كل روله والثانيه، مسافه ركوب ما تقلش عن 10 سم. وتيجي عند اعلى منطقه من رقبه الازازه وتعمل عرموس او تجويف وتثبت فيه العزل جوه الحيطه، وده عشان تطمن ان مفيش نقطه ميه واحده تعدي من ورا العزل. بس بالنسبه للحمامات مش لازم نعمل كده، انت كده هتركب سيراميك، لكن في اسطح العماير مهم جدا ما تنساش طبقه البرايمر اللي بندهنها قبل ما نركب الممبرين، بيبقى عباره عن بوتومين مخفف جدا وبيساعد على تماسك العزل في الجزء اللي انت بتعزل عليه. الخطوه اللي بعد كده ببدا اسخن ظهر الممبرين بتاعي والزقه، وبستخدم لهب او حاجه اسمها البشبول، واثبته كويس جدا بسكينه الكوي، مش برجلي ولا ايدي، بالسكين. وراعي ان الظهر بالكامل يتكوي عشان ما يلبش معايا بعد التركيب. ولو مشيت عليه وانت بتستلمه ولقيته بيلب اعرف ان الصنايعي استسهل وحب ينجز فكوى الحواف بس بتاعت الرولات. الخطوه اللي بعد كده بختبر العزل بتاعي بطريقه اسمها الغمر، بملى السطح بالكامل ميه بمسافه ما تقلش عن 10 سم، ونستنى 48 ساعه ونبدا نراقب الحواف بالكامل ونشوف في اماكن فيها تسريب ولا لا. ومرحله الاختبار دي مهمه جدا ما تستهونش بيها. اختبرت والدنيا تمام، هنعمل طبقه حمايه فوق الممبرين ونفرد طبقه لياسه اسمنتيه سمكها حوالي 2 سم، ومحتوى الميه فيها بيكون عالي شويه عشان اقدر افردها بسرعه، وما يكونش فيها سن خالص عشان ما تخرمش العزل بتاعي. وكده احنا حافظنا على العزل واطمنا، واي حد يقدر يستخدم السطح عادي. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.